يا أهلا بيكم، يلا بينا نبدأ. إحنا دلوقتي في أول سلايد اللي عنوانها شرح ورقة بحثية عن شبكات السي ان انز. بصوا، لو في مرة سألتوا نفسكم إزاي فيسبوك بيعرف وشوش صحابكم في الصور، أو إزاي عربية زي تسلا مثلا بتشوف الشارع لوحدها، فالسر كله في حاجة اسمها Convolutional Neural Networks أو اختصاراً السي ان انز. النهاردة بقى مهمتنا إننا نفك شفرة ورقة بحثية بتتكلم عن السحر ده، وهنبسطها سوا خطوة بخطوة. تمام. السلايد دي هي الأجندة أو يعني خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة. أول حاجة هنبص على الصورة الكبيرة ونفهم أصلاً إيه هي السي ان انز دي. بعدين هنفتح الصندوق بتاعها ونشوف إيه هي قطع الليجو الأساسية اللي بتبنيها. بعدها هناخد جولة سريعة كده في التاريخ بتاعها، وفي الآخر خالص هقول لكم إزاي ممكن كل واحد يبدأ يبني أول شبكة بسيطة بنفسه. جاهزين؟ يلا بينا. السلايد دي فيها اقتباس مهم قوي من الورق البحثية. الاقتباس ده بيقول لنا ببساطة شديدة إن ال CNNs دي بقت هي البطل الخارق في فهم الصور. يعني مثلا تقدر تعمل classification، يعني تقولك دي صورة قطة ولا كلب، أو تعمل حاجة أصعب زي السيجمنتيشن، ودي معناه إنها تحدد لك مكان القطة بالظبط جوه الصورة وتلونه. الأغرب بقى إن الفكرة كلها أصلا مستوحاة من الطريقة اللي مخنا إحنا كبشر بيشوف بيها، يعني كأننا بنقلد الطبيعة. تمام. السلايد دي بتدخلنا على طول في أول جزء تقني، وهو البيلدينج بلوكس أو مكونات البناء. تعالوا ندخل في المفيد ونشوف إيه هي قطع الليجو دي. والمدهش هنا إن أعقد وأضخم شبكة CNN في الدنيا هي في الآخر عبارة عن تجميع لمكونات أساسية بسيطة جدا لكنها عبقرية. إحنا دلوقتي في سلايد الكونفوليوشنال لاير، ودي نقدر نقول عليها أهم قطعة ليجو في العلبة كلها. عشان نفهمها، تخيلوا معايا إن معانا عدسة مكبرة سحرية. العدسة دي في عالمنا بنسميها فلتر أو كيرنل. مهمة العدسة دي إنها تتمشى على الصورة حتة حتة، وكل ما تلاقي حاجة مهمة زي حافة خط مستقيم أو زاوية شارب أو حتى شكل قماش معين، بتنور وتقول أنا لقيت حاجة هنا. السلايد دي بتورينا بقى العدسة السحرية وهي شغالة عملي. بصوا معايا على الرسمة، شايفين إزاي الفلتر الصغير ده بيتحرك على الصورة الأصلية؟ في كل مكان بيقف فيه بيعمل عملية حسابية بسيطة ويطلع رقم واحد بس. لو الرقم ده طلع كبير ده معناه إنه لقى النمط اللي بيدور عليه بالظبط. الأرقام دي كلها بتتجمع في خريطة جديدة بنسميها فيتشر ماب. الخريطة دي بتبقى نسخة من الصورة الأصلية، بس كأننا معلمين فيها على أماكن الحواف والزوايا. طيب، نيجي للسلايد اللي بعدها، البولينج لاير. بعد ما طلعنا خرائط الميزات الكبيرة دي، بيجي دور البولينج. مهمتها ببساطة هي التلخيص. تخيل إن الخريطة اللي معانا دي مقاسها كبير قوي ومليانة تفاصيل زيادة عن اللزوم. البولينج بيصغرها ممكن للنص مع الاحتفاظ بأهم المعلومات وبس. ده بيعمل حاجتين مهمين قوي: بيخلي الشبكة أسرع وأخف، والأهم بيخليها تعرف إن الخط المستقيم هو الخط المستقيم، سواء كان فوق على اليمين في الصورة أو تحت على الشمال. هنا بنقارن بين أشهر نوعين للتلخيص ده، الماكس بولينج والأفريج بولينج. تخيلوا إننا بنبص على مربع صغير فيه 4 أرقام. الماكس بولينج هيقول إيه أكبر رقم في ال4 دول؟ أنا هاخده هو بس. وده بيخليه يركز على أقوى إشارة زي حافة حادة جدا. أما بقى الافريج بولينج فبيقول لأ، أنا هاخد متوسط ال4 أرقام دول. وده بيدينا نظرة عامة وناعمة أكتر عن المنطقة دي. كل طريقة وليها استخدامها. السلايد دي بتورينا إن الموضوع أكبر بكتير من مجرد ماكس وأفريج، يعني الباحثين ما سكتوش واخترعوا أنواع كتير متخصصة من البولينج عشان تحل مشاكل معينة، زي مثلا الستوكاستيك بولينج والاس بي بي والار او اي بولينج. كل دي أدوات متقدمة في الصندوق بتاعنا. ودلوقتي نيجي لسلايد الأكتيفيشن فانكشن. دي نقدر نشبهها بمفتاح النور بتاع كل نيورون أو كل خلية عصبية في الشبكة. بعد كل الحسابات اللي فاتت، المفتاح ده بيقرر هل المعلومة دي مهمة كفاية عشان ننور ونعديها لللاير اللي بعدها ولا لأ. هي اللي بتضيف حاجة اسمها non-linearity، وده مصطلح ممكن يبان معقد، بس معناه ببساطة إنها بتدي للشبكة القدرة على فهم الأشكال المعقدة، مش بس الخطوط المستقيمة. من غيرها الشبكة تقريباً مش هتتعلم أي حاجة ليها لازمة. السلايد دي بتجمع كم مكون تاني مهم جدا. أول حاجة الباتش نورماليزيشن، ودي وظيفتها تظبط الداتا جوه الشبكة عشان التدريب يبقى أسرع ومستقر. تاني حاجة الدروب اوت، ودي خدعة ذكية جدا عشان نمنع الاوفر فيتنج، اللي هو كأن الموديل بيحفظ الإجابات بدل ما يفهمها. الدروب اوت بتجبر الموديل إنه يفهم بجد. وأخيراً الفولي كونكتد لاير، دي لجنة التحكيم اللي في الآخر خالص بتجمع كل المعلومات اللي الشبكة استخلصتها عشان تاخد القرار النهائي. أنا شايفة إن دي قط بنسبة 98%. تمام قوي. كده إحنا خلصنا المكونات الأساسية.
السلايد دي بتنقلنا للقسم الثاني، وهو تاريخ الCNNs. تعالوا نشوف إزاي العلماء ركبوا قطع الليجو دي مع بعض بطرق مبتكرة عشان يعملوا architectures غيرت شكل المجال ده كله. السلايد دي هي التايم لاين بتاعنا. القصة دي عاملة زي سباق بدأت سنة 98 مع لينات اللي كانت رائدة في التعرف على الأرقام المكتوبة بخط الإيد، وبعدين في 2012 حصلت الطفرة الكبيرة قوي مع أليكس نت. سنة 2014 كانت سنة المنافسة الشرسة بين VGG اللي ركزت على العمق وجوجل نت اللي ركزت على الكفاءة، لحد ما وصلنا ل 2015 ورزنت اللي حلت مشكلة كانت معقدة جدا وهي تدريب الشبكات العميقة قوي. هنا بقى بنتكلم عن أليكس نت. سنة 2012 الشبكة دي غيرت اللعبة حرفياً. فوزها الساحق في مسابقة إيمج نت كان بمثابة إعلان للعالم كله إن مستقبل الكمبيوتر فيجن موجود في الديب CNN. ومن اليوم ده بدأت ثورة الديب ليرنينج اللي احنا عايشينها دلوقتي. وده شكل التصميم الهندسي بتاعها في السلايد دي. ممكن يبان معقد شوية، بس ركزوا معايا. شايفين إزاي في طبقات convolution ورا بعضها وبعدين طبقة pooling عشان تصغر الحجم؟ دي هي نفس قطع الليجو اللي اتكلمنا عليها. والجزء المهم هنا إنها كانت عملاقة جدا وقتها، لدرجة إنهم اضطروا يقسموها على 2 GPUs عشان يعرفوا يدربوها، وده كان إنجاز كبير وقتها. السلايد دي عن VGG. بعدها بسنتين ظهرت VGG. فلسفتها كانت بسيطة جدا لكن فعالة. إيه اللي هيحصل لو خلينا الشبكة أعمق وأعمق وأعمق بس باستخدام فلترز صغيرة وثابتة؟ كل التركيز كان على فكرة العمق. السلايد دي بتلخص فكرة VGG. فكرتهم كانت بسيطة بشكل عبقري. هنستخدم أصغر فلتر ممكن اللي هو مقاسه 3 في 3 ونحط منهم طبقات كتير قوي فوق بعض وصلت ل 19 طبقة. وده أثبت للعالم كله إن كل ما الشبكة كانت أعمق كل ما فهمها للصور كان أحسن. بس طبعاً كان في مشكلة. عدد البارامترز اللي هي الأرقام اللي الشبكة بتتعلمها كان رقم مرعب، 138 مليون، وده خلاها بطيئة جداً ومحتاجة أجهزة كمبيوتر خارقة. في نفس السنة ظهر المنافس الذكي جوجل نت، واللي مشهور أكتر باسم انسبشن. فكرتهم كانت عكس VGG تماماً. قالوا إزاي ناخد أداء عظيم من غير كل التكلفة الحسابية الضخمة دي، يعني من الآخر نشتغل بذكاء مش بمجهود أكبر وخلاص. والسلايد دي بتشرح الحل العبقري بتاعهم اللي سموه الانسبشن موديول. بص على الرسمة كده، بدل ما الشبكة تختار عدسة مكبرة واحدة بس، هي بتستخدم كذا عدسة بمقاسات مختلفة في نفس الوقت. عدسة صغيرة تشوف التفاصيل الدقيقة، وعدسة أكبر تشوف الأنماط المتوسطة، وواحدة ثالثة تشوف الصورة الكبيرة، وبعدين بتجمع كل اللي شافوه ده مع بعض كأنهم فريق من المحققين، كل واحد بيبص على مسرح الجريمة من زاوية مختلفة، فبيوصلوا النتيجة أدق وأسرع. مع زيادة العمق أكتر وأكتر بدأت تظهر مشكلة جديدة وصعبة. كل ما الشبكة تبقى أعمق تدريبها بيبقى أصعب وأصعب. وهنا جت ريزنت وسألت سؤال غير شكل المجال كله. طب إيه رأيكم لو سمحنا للمعلومات إنها تعمل سكيب، يعني تنط من فوق بعض الطبقات وتوصل أسرع؟ هل ممكن ساعتها ندرب شبكات بعمق 100 طبقة أو يمكن أكتر؟ والإجابة كانت في الفكرة البسيطة جدا اللي في السلايد دي، الريزيدوال بلوك. بصوا على السهم اللي عامل زي الكوبري فوق الطبقة، ده هو السكيب كونكشن. تخيلوا إن المعلومات وهي بتتعلم اللي بنسميها gradients ماشية في شارع زحمة جدا. السكيب كونكشن ده عمل لها طريق سريع، خلاها توصل للنهاية من غير ما تتوه أو تضعف في الزحمة. الفكرة البسيطة دي هي اللي سمحت لنا فجأة نبني شبكات بعمق 152 طبقة وأكتر كمان. السلايد دي بتنقلنا لآخر قسم معانا. كده إحنا خدنا جولة في النظرية والتاريخ. دلوقتي جه دور التطبيق العملي وإزاي ممكن نستفيد من كل الكلام ده بنفسنا. ودي سلايد الخلاصة عشان نلم كل اللي فات في كام نقطة. أولاً الCNNs مصممة للبيانات اللي شبه الشبكة زي الصور. تانياً بتتبني من طبقات أساسية هي convolution وpooling وactivation. تالتاً تاريخها كله عبارة عن سباق عشان نوصل لشبكات أعمق وأكفأ. وأخيراً أهم الاركيتكتشرز اللي لازم نفضل فاكرينها هي أليكس نت اللي عملت الطفرة، VGG بتاعة العمق، جوجل نت بتاعة الكفاءة، وريز نت بتاعة العمق الخارق. طيب السلايد دي بتورينا إزاي ممكن أي حد يبدأ يجرب بإيده. الموضوع أبسط مما نتخيل. الخطوة الأولى نلاقي داتا سيت سهلة زي MSIT اللي فيها صور أرقام مكتوبة بخط الإيد. الخطوة التانية نستخدم فريمورك مشهور زي TensorFlow أو PyTorch عشان نبني CNN بسيطة خالص. الخطوة التالتة ندرب الموديل ونشوف هيجيب دقة كام في المية. الخطوة الرابعة ودي أهم خطوة نجرب، نزود لاير، نغير نوع البولينج من ماكس لأفريج ونشوف إيه اللي هيتغير في الأداء.
التجربة هي أحسن طريقة نتعلم بيها. وأخيراً آخر سلايد معانا. لو حد بيحضر الانترفيو دي شوية أسئلة أساسية لازم يبقى جاهز ليها، زي مثلاً إيه الهدف الرئيسي من ال convolutional layer؟ وإيه الفرق بين max و average pooling؟ وليه skip connection في ResNet كان فكرة عبقرية؟ وهسيبكم بقى مع السؤال الأهم اللي بيشغل المجال كله دلوقتي: هل عصر ال CNNs خلاص انتهى والمستقبل بقى للترانسفورمرز حتى في عالم الصور؟ ده سؤال مفتوح، والبحث عن إجابته هو اللي بيخلي العلم يتقدم. شكراً جداً ليكم.